أنا واحد من السوريين اللي صرنا منفيين خارج يعني بلادنا سنوات طويلة، فقط لأنه كان عندنا رأي مخالف وكان رأينا هو الصحيح، لأنه نحن دعينا إلى نوع من الحوار الوطني السوري الذي يفضي إلى إصلاح سياسي عميق في البلاد. فكان هذا وكأنه الكفر، وكانت نتيجته مصادرة أملاكنا وطردنا من البلاد، يعني لحتى نعيش بالمنافي، وتهديدنا. حتى نكون واقعيين، البلد مرهقة وتعبانة، الناس كثير تعبانين، الناس اليوم فرحانين معطين فرحتهم لحدا يعني، وهذا يعني شيء عظيم ورائع ومستحق. لكن بنفس الوقت يعني بكرة وبعد بكرة رح نبدأ نفتح عيوننا ونشوف شو اللي لازم نعمله، كيف بدنا نرجع نبني بلدنا، كيف بدنا نرجع نبني نظام سياسي، كيف بدنا نرجع يعني نعمل المصالحة الوطنية، نعيد بناء الجسور بين مكونات المجتمع السوري، نرجع نلملم أشلاء هويتنا الوطنية السورية. إيماني أنه الشعب السوري شعب يعني جبار وعظيم، وقادر أنه يتجاوز هذه المحنة، وقادر أنه يرجع يبني سوريا من جديد. لذلك الأمل بأنه فعلا كل القلوب وكل السواعد وكل الأدمغة يعني تتحد من أجل سوريا الغد بإذن الله. رسالتي يا صديقي للشعب السوري أنه نحن بنقدر نرجع نبني سوريا مو مثل ما كانت، أحسن مما كانت، إذا نحن تجاوزنا يعني خلافاتنا وفسحنا مجال لقدر من التسامح يسمح لنا أن نطوي هذه الصفحة. بالنسبة للمقاتلين أنا بقول لهم يعني أنا أحييكم على ضبط النفس، وهذا يعني ما يجب أن يكون. هذه هي يعني قيم الثورة.